أسمو فتشرق أمنياتي. أنا كالغيث تعشقني دروبي، صفات الغيث تشبهها صفاتي. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به أسمو فتشرق أمنياتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أولادي وبناتي في أول حلقتنا من حلقات أخبرني عن الإيمان. أخبرني عن الإيمان هو أهم شيء ممكن تتعلمه في حياتك. وما هو فضل تعلم الإيمان؟ هذا سؤال عظيم. فضل تعلم الإيمان كبير، منه دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يعني تؤمن تدخل الجنة. لا يوجد هذا الإيمان لا دخول للجنة. وما هو الفضل الثاني للإيمان؟ هذا أيضا سؤال جميل. الفضل الثاني للإيمان أنه هو أعظم شيء تعمله في حياتك. أعظم شيء ممكن تعمله في حياتك هو أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وهل هناك فضائل أخرى للإيمان؟ هذا أيضا سؤال جميل. أحسنتم. من فضائل الإيمان أنك تدخل في راحة القلب، يعني نفسك تطمئن، تكون سعيد في الدنيا، تكون مرتاح في حياتك. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وما معنى الإيمان؟ أحسنت، ده سؤال عظيم. معنى الإيمان هو التصديق. يعني إذا أخبرك أحد أنه قد جاء لك بطعام فتصدقه وكأنه قد اشتراه فعلا، هذا أنت قد آمنت. رأيت الشمس حين تشرق، شفت الشمس وهي طالعة، أنت تصدق بوجودها. لما؟ لأنها موجودة، تراها وتشعر بحرارتها. هذا هو الإيمان. أن تؤمن بالله، أن تصدق بقلبك أن الله عز وجل هو الإله الواحد الأحد الخالق الرازق الملك القدوس، وتقولها باللسان، ثم تعبد الله عز وجل بها بجسدك. هذا هو معنى الإيمان: التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجسد. وهل للإيمان أصول وأركان؟ أحسنتم، ما شاء الله، أسئلتكم جميلة. نعم. وما هي أصول الإيمان؟ نفس السؤال سأله جبريل عليه السلام لرسول الله. قال: فأخبرني عن الإيمان. وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن الإيمان 6 أجزاء. لو عددتم أجزاء الإيمان وأصوله تجدونها 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ما أول أجزاء الإيمان؟ أول أجزاء الإيمان هو الإيمان بالله. وكيف أعرفه؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. تابعونا وانتظرونا في الحلقة القادمة، ستعرفوا معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به أسمو فتشرق أمنياتي. أنا كالغيث تعشقني دروبي، صفات الغيث تشبهها صفاتي. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به أسمو فتشرق أمنياتي.